محمد عبد الوهاب كان مع زملائه في مدينة نصر. كانوا بيسجلوا أغنية خاصة باعتزال سيد عبد الحفيظ. ضحك، هزار، روح طبيعية جدا. سيد عبد الحفيظ قال بعد سنين: فضلنا سوا لحد حوالي 3 الفجر، وكان طبيعي جدا، ولا حد فيهم كان يعرف إن دي آخر مرة يشوفوه فيها. الصبح اللاعبين نزلوا مرانهم في التاتش بشكل عادي. عبد الوهاب كان بيعمل الإطالات مع زملائه. وائل رياض شيتوس قال إنه كان واقف يسند عليه قبل بداية التقسيمة بلحظات. وفجأة عبد الوهاب مرر الكرة لزميله، حط إيده على رأسه ووقع على الأرض. في الأول الكل افتكرها دوخة بسيطة، لكن ثواني والملعب كله اتقلب. حسام البدري جري عليه، اللاعبين اتصدموا وتم نقله بسرعة للمستشفى في عربية وائل رياض. البدري قال بعد كده إنه كان بينادي عليه طول الطريق، لكن عبد الوهاب ما كانش بيرد. وقبل ما يوصلوا المستشفى كان قلب محمد عبد الوهاب توقف تماما. 22 سنة بس، واحد من أكتر اللاعبين حبا للحياة رحل فجأة. الخبر نزل على مصر كلها كالصاعقة. جماهير الأهلي، الزمالك، وكل الوسط الرياضي دخل في حالة صدمة. محمد أبو تريكة انهار من البكاء، ومشهد تقبيله للشارة السوداء بعد وفاة صديقه بقى واحد من أكثر المشاهد وجعا في تاريخ الكرة المصرية. مانويل جوزيه قال إن الخبر كان قنبلة في عقله، والجنازة في سنورس تحولت لمشهد مهيب. آلاف الناس جاية تودع لاعب عمره ما زعل حد. محمد عبد الوهاب رحل صغير، لكن الغريب إن ناس كتير عاشت عمر طويل وما سابتش الأثر اللي سابه هو. الأهلي فضل يكرمه سنين، والجمهور لحد النهاردة كل 31 من أغسطس يكتب نفس الجملة: عبد الوهاب لن ننساك. لأن بعض اللاعبين بيكسبوا بطولات، لكن قليل جدا اللي بيكسبوا الخلود.